الشاي الأخضر آتين عمس، هل حقا مفيد للجسم؟ كم يجب أن نستهلك منه يوميا؟ كأس، كأسين، 3 بسكر أو بدون سكر؟ ثم هل له أضرار؟ في الحقيقة يحتوي الشاي الأخضر على مضادات أكسدة قوية تسمى الكاتيكينات، وهي مواد تساعد خلايا الجسم على مقاومة التلف وتقلل من بعض الأمراض المزمنة. كما أن الكافيين المتواجد في الشاي ولو بنسبة خفيفة ينشط الدماغ ويحسن التركيز ودون أن يسبب التوتر كالقهوة. لكن مع ذلك الشاي الأخضر ليس كمعجزة كما يظن البعض، وتوازنه هو السر. فالإفراط في شرب الشاي قد يمنع الجسم من امتصاص الحديد، وقد يرهق الكبد عند بعض الأشخاص، والخبراء ينصحون بشرب كأس أو كأسين كأقصى تقدير يوميا، ماشي براد الصباح وبراد في العشية كما يفعل البعض. ثم هل يشرب بسكر أو بدون سكر؟ الجواب بسيط، يفضل بدون سكر، فالسكر يضعف فوائد الشاي فيقلل من تأثير مضادات الأكسدة الموجودة فيه. وحتى إذا وجدت طعمه مرا فأضف إليه القليل من العسل الطبيعي. الخلاصة، كأس أو كأسين من الشاي بدون سكر يوميا كافيان لتمنح جسمك نشاطا وصفاء طبيعيين. وكما يقولون الاعتدال في كل شيء حتى فيما هو نافع. وفي النهاية صل على أشرف الخلق.